من كتر ما عملت السمبوسك هقولك حاجات تفيدك من خبرتي اللي انا عملت بيها. هقولك معلومات وحاجات هتفيدك جدا. جماعة السمبوسك دي مش حاطة فيها دقيق ولا لازقاها بزيت ولا بمية ولا بأي حاجة ولا خلطات من اللي بيحطوها عشان يلزقوا بيها. لا، انا عملتها كده من غير اي حاجه خالص. دي عملتها قلتها في الزيت، بصراحه مش حلوه خالص، شاربه زيت وطعمها فيها زيت. لكن الاير فراير او تحطها في الفرن تحفه وجميله وخفيفه. دي يا جماعه كده بالجبنه الموتزاريلا. وهقول لكم برضو في انواع جبنه ما تجيبهاش، حتى لو ببلاش ما تجيبهاش. تمام، هقول لك اهوت. وكمان عملت باللحمه المفرومه. هجيب اللحمه المفرومه وعليها بصل وفلفل وكمون وملح وتحطها على النار. الفلفل الالوان اهو. والجبن دي يا جماعه، الجبن دي مش حلوه خالص، لا طعم ولا ريحه ولا اي حاجه. لو شفت الشكل ده قدامك ما تجيبهاش. جبنه شيدر، جبنه رومي، تشكيله، اي حاجات من دي مش حلوه خالص. الحمد جبنه ما شاء الله جميله، جيبيها. انا حطيت جبنه شيدر على جبنه رومي مبشوره على جبنه موتزاريلا. دي مره عملتها. الفيديو ده يا جماعه مرتين عامله فيه سمبوسك على فكره. عايزة بقى معلقة كبيرة ومليها، لأن قبل كده عملتها بمعلقة صغيرة حسيت إن السمبوسك فاضية، لأن طبعا الجبن دي بتسيح فهتلاقيها فاضية. الناس بتعملها كده وتلزقها بالدقيق. لا، أقولك أنا بعملها إزاي. أنا بعملها كده زي الجراب كده، وأقوم مدخلاها جواها وبس، لا بتكب ولا بتفك ولا أي حاجة خالص. اعمليها بالمنظر ده، شكلها جميل. وكمان الحشوه ما بتتكبش. وحاولي تكتري في الحشوه على قد ما تقدري عشان لما تيجي تاكليها تحسي ان هي مليانه. يعني ما تعملهاش بالمعلقه الصغيره، لا بالمعلقه الكبيره اللي انت بتاكلي بيها، مش معلقه الشاي. تمام. وهعمل الكميه كلها بالمنظر ده. في ناس، انا بوريكم، في ناس بتلزقها كده بالزيت وفي ناس بتلزقها بالدقيق. في المره دي انا لزقتها. لكن التانيين اللي انا مصوراهم، دي فيديوهين يا جماعه جمعتهم مع بعض. والله من غير اي حاجه خالص، دخلتها بالمنظر ده وما لزقتهاش ولا عملت فيها اي حاجه خالص. انا بوريكم الاتنين يا جماعه، انا بوريكم كل الطرق. بس الفيديو التاني انا عملته من غير ما الزقه خالص. انا دخلتها كده، الحته الزياده عملتها كده زي الجراب كده، وقمت مدخلها من غير اي حاجه خالص. هوريكي كمان انا بقفلها ازاي وبعملها مثلثه ازاي. ده المثلث الاولاني وده المثلث التاني، وبعدين تقلبي وبعدين تقفلي عليه بالمنظر ده. هنجيب بقى زيت سخن كده وهنقلي فيه. بصراحة يا جماعة كده غلط خالص ان احنا نقليها في زيت. بأمانة مش هتستمتعي اولا بالطعم، وهتحسي ان بتاكلي زيت. لكن في الاير فراير او في الفرن، حمريها في الفرن جميل جدا. وعلى فكرة اول ما الزيت سخن بقت بتحمر بسرعة، ما بقتش لا اقلب ولا اطلع ولا كده. بصراحة لا، متعبة في كل حاجة، متعبة حتى في البطن، متعبة في كل شيء. فالأحسن الأحسن حطيها في الفرن. بأمانة هتحسي بطعم الجبن، هتحسي بطعم اللحمة. هتحسي ان انت فعلا بتاكلي سمبوسك مش زيت. فاهماني؟ انا مش بقرفكم في الزيت، بس بجد بأمانة بأمانة مش حلو على الصحة، مش حلو في الطعم، في كل حاجة مش حلو، كله غلط في غلط. لكن الفرن او في الاي فراير لا، انت بتحسي بطعم سمبوسك كده، بتحسي بطعم الجبن، بتحسي بكل حاجة. يعني باللحمة، لا حاجة تانية خالص صدقوني. تمام. واول ما تجربوها صدقوني هتلاقيني كل كلامي صح. هتقولي مثلا اللي بزيت شكلها حلو تحميرها احلى وي وي وي، وصدقوني لا، الفرن احلى، الافراير احلى بكتير. وشكرا لمتابعة الفيديو من اوله لاخره. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمتم في رعاية الله. وعلى فكرة يا جماعة، اخر كلمة هقولها، السمبوسك مش بتاخد مكونات كتير. يعني هتقعدي تعملي حاجات كتير، فلفل وبتحطي عليه
الزعتر وتحط عليه الجبن بيفيض منك كتير، يعني هما حبة صغيرين بيقضوا كل المهمة دي كلها، واللحمة برضو حبة صغيرين وشوية بصل عليها، بتكفي جدا. وشكرا لكم.